فعلا تكون فيها تفاصيل الكافيه والإدارة التنفيذية اللي هي تنفذ هذا المشروع في أقل وقت. هذا المشروع طبعا بيفتح آلاف من فرص العمل، وده أهم حاجة، وده الأهمية القصوى لينا النهارده والاهتمام الأول لهذه الحكومة إنها تنمي الاقتصاد بإتاحة فرص تشغيل. والحقيقة النهارده على أعراض المشروع كان هناك بعض القرارات المهمة زي مثلا إنشاء شركة قناة السويس للمدارس، مشروع مدروس على أعلى مستوى. ولكن هذا المشروع بيعمل كثير إنه فعلا هذا المشروع بيمس من مراكز بحثية من جامعة قناة السويس، وربط الدراسة البحثية بالصناعة هو ده الهدف. لأن النقلة الكبيرة في الدول بتبقى عن طريق البحث والتطوير والتقنيات. هذا المشروع الحمد لله من الوزراء والسادة المختصين واللجنة الوزارية يعني الحقيقة نسمع عليه إن شاء الله سيبدأ هذا المشروع ويتيح فرص عمل. أيضا العائد من المشروع مغري جدا لأن هنبتدي فيه قطاع تقريبي، لكن لما هنبتدي المشروع بدون 100 كيلو تقريبا على مراحل في شبكة القناة، بلا شك تكون ليها عدد اقتصادي كبير جدا سواء من ناحية الأمن الغذائي ومن ناحية الأمن التشغيل ومن ناحية أيضا توفير ثروة سمكية كبيرة يعني، ويبنى عليها عدد كبير من الصناعات وشبكة قوية من اللوجستيات. أيضا أمس كنا مع الزملاء الوزراء في زيارة لجزء لا يتجزأ من مشروع تنمية قناة السويس اللي هو محافظة السويس أو القطب الجنوبي العين السوري. الحقيقة يعني هناك إصرار أيضا على التنمية، زرنا بعض المشروعات، مشروع أيضا عملاق باستثمار كبير وصل ل 550 مليون دولار، مشروع اللي هو تصنيع بتروكيماويات بيعطي أيضا فرص كبيرة للعمل والتدريب. إن شاء الله بيفتتح هذا المشروع خلال شهور خلال هذا العام. وكان هناك قرار الإسراع في ترفيع المنطقة الاقتصادية، وده يعتبر مشروع قومي كبير جدا